والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احلى اخوات ومتابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين ورب العالمين تكونوا بصحه وسعاده ومجبرين الخاطر وفرحه البال. فيديو النهارده جميل جدا جدا، وكمان ماما هي اللي شغاله فيه من اوله لاخره. وانا عايزه اقول لكم كده حطوا اللايك، ولو اول مره تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد بنزله هنزله ان شاء الله. انا بقالي كام يوم يعني حاسه ان انا داخله عليا دور برد والجو اصلا مش مظبط، فهي اللي عملت الفيديو بتاع النهارده. فطبعا هي عامله لنا النهارده العيش اللي هو العيش الفلاحي، تمام. فهي هنا بقى كانت جايبه الدقيق، كانت عامله كميه كبيره، ودي طبعا لازم يبقى كتير. فهي هنا كانت اول حاجه كانت بتعملها اللي هي كانت بتنخل الدقيق، وبعد كده طبعا بنحتاج ايه للعيش اللي هو العيش البلدي اللي هو العيش الفلاحي اللي احنا هنعمله النهارده. بنحتاج طبعا سكر وملح، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وخميره. وطبعا الخميره احنا بنختبرها ازاي هقول لكم، بس كملوا معايا الفيديو الاخر وادعموني باللايك والاشتراك في القناه، ولسه محدش اللايك يحط اللايك. عايزه اقول لكم ان ولاد اختي كانوا قاعدين جنبها كده، وهي كانت قاعده بتنخل الدقيق، واحنا برضو كنا فوق كنا بنخبز العيش، كانوا برضو حواليها. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي هنا بقى طبعا هتعمل الدقيق. طبعا هي بعد ما نخلته، لان كان فيه برضو كده ايه بعض حبايه كده من الدقيق كانت ماسكه نفسها، فاحنا مش عايزين اي حاجه من دي خالص، احنا عايزين الدقيق بتاعنا يبقى ما فيش في اي حاجه خالص خالص خالص. فاحنا طبعا عشان نكون متاكدين فاحنا نخلناه، وبعد كده طبعا بقى بتحط ميه سرسوب سرسوب كده لحد ما تحس ان العجينه بتاعتها ما عادش محتاجه ميه خالص، وتبدا بقى ان هي تعجن فيها. بس هنا طبعا كان ايه اللوازم بقى بتاعتها اللي هو ملح بقى، يعني حوالي كده الكمية اللي هي عاملاها ديت، يعني معلقتين من الملح او معلقة ونص، ومعلقتين من السكر، والخميرة كيسين 3 كده، تمام. يعني بيبقى برضو على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. فهنا كده اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. بعد طبعا ما حطت الميه كده سرسوب سرسوب، هي ما حبتش ان هي تكتر ميه، ففضلت تعجن يعني شويه لحد ما تشوف العجين بتاعها يحتاج ميه ولا لا. فهنا طبعا لقيت العجين هيحتاج، فحطت شويه ايه صغيرين كده يلينوا بس العمل. ولكن هي هتفضل تعجن لحد ما العجينة تجيب اخرها خالص خالص يعني، ولو احتاجت مية هتحطي حبة بحبة، تمام. لان طبعا العجين بتاعنا مش مستحب ان احنا نكترله مية، احنا عايزينه يبقى مفيش فيه ولا غلطة. طبعا هنا بقى هي هتعجن، وهي اللي قامت اصلا بالعجين. فهنا طبعا بعد بقى ما عملت لها الاختبار بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الاختبار بتاع الخميره. بنختبره ازاي؟ بنحط كده يجي حوالي نص كوبايه او كوبايه من الميه، وبنحط الخميره ونشوف الخميره هتفور معانا ولا لا. لو فارت معانا تبقى الخميره كويسه ومش بايظه، تمام. لو ما فارش معانا تبقى هي مش كويسه ونشوف خميره تانية. لكن هي فارت معانا وعملنا لها الاختبار دوت، هو اسمه اختبار بتاع الخميرة، وفعلا طلعت كويسة، وحطيناها هو على العجين بتاعنا. وهتبدأ ماما هي ايه هتعجن وتلت في العجين لحد ما العجينة تبقى كويسة يعني، ومبقاش فيها اي حاجة خالص. بس هي طبعا هتفضل تعجن لحد ما تلاقي ان العجينة ملمسها ناعم خالص ومش محتاجة اي حاجة. عايزة اقول لكم ان طشت العجين اللي هي بتعجن فيه دوت من وهي لسه عروسة. وهو لسه معاه وهو لسه موجود معاه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طلعنا بقى هنا فوق السطح، طلعنا فوق السطح علشان الفرن اللي احنا هنخبز فيه فوق السطح اصلا. فهنا طبعا سابت بقى الخميرة ان هي تخمر، الخميرة تخمر العجين يخمر براحته، وغطيناه وسيبناه شوية، يعني سيبناه حوالي ساعة كده او نص ساعة لحد ما خمرت براحتها خالص. وهنا بقى جابت صينية ورشت فيها ايه شوية دقيق كده، وتبدأ ان هي تكور العجين.
هتكور العجين من هنا، وبعد كده هتبدأ بقى طبعا المكنة اللي انتوا شايفينها ديت هي اللي بتعمل العجين طويل، اللي هي بتعمل العيش الطويل دوت. فاحنا طبعا كده بقى هنتلم وهنقعد بعد ما هي كده هتكور العجين بتاعها بقى وهتظبطه على الصينية خالص. هنتلم وهنقعد وهنبدأ بقى ان احنا هنبطط العجين. انا اول مرة في حياتي الصراحة بيني وبينكم كده ان انا يعني ابدا ان انا اعجن كده، وابدا ان انا ابطط العجين، وابدا اصلا ان انا يعني اعجن والكلام ده كله، او اشوف حد ان هو بيعجن كده قدامي. لان اصلا احنا كنا جايين هنا كنا الاول كنا بنخبز العيش، بس طبعا لما العيش التاني اللي هو العيش الفرن دوت طلع احنا معناش بنخبز خالص. يعني الخبيز بقى عندنا يعني ايه، فطير مثلا بيتزا، حاجات من دي، حاجات خفيفة. لكن من الاول كانوا هما بيعجنوا العيش وهما اللي كانوا بيعملوا كل حاجة بنفسهم. لكن لما العيش التاني اللي هو العيش الفرن دوت طلع معناش بنخبز في البيت ولا عدنا بنعجن. لكن هما كانوا يوماتي كده، مش يوماتي، هو كان مثلا في الاسبوع مرة، وكانوا يخبزوا، كانوا يتلموا انه يعني كانوا يخبزوا، لان احنا طبعا 5 بنات. فماما بقى ايه كانت زي اللي هي بتعلمهم الخبيث. لكن انا طبعا بقى لما جينا هنا وكده ما عادش بتخبز، ولا انا عارفه اصلا حاجه عن الخبيز ولا اي حاجه خالص 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 يعني. فيعتبر دي اول مره في حياتي ان انا اقعد كده وابطط في العجين، وابقى واعيه كده وانا ببطط في العجين. يعني يمكن انا عجنت وانا صغيره خالص، كنت بقعد مثلا حواليهم او كده، ولكن ما كنتش واعيه باللي انا بعمله، فاهمين؟ فيعني يعتبر دي اول مرة يعني ان انا اقعد وابطط كده في العجين، واعرف ان العجين دوت بيتعمل ازاي وهو مكوناته ايه اصلا، وكل الكلام ده، فاهمين؟ فيعني الحمد لله. هنا طبعا بعد ما بططنا العجين وبعد ما خلصنا بقى كله، طبعا شايفين الصينيه اللي اتكورت دي كلها، احنا طبعا كنا قاعدين وبنبططها، والعجين بيتبطط من هنا وبنحطه في الفرن وبيطلع بقى زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا بيتحط في المكنه اللي انا وريتها لكم دي عشان يطلع طويل كده. وطبعا زي ما انتم شايفين هوت في الفرن قابب وزي العسل بصراحة. يعني حاجة كانت جميلة قوي. انا والله بقول لماما ما عدناش نجيب عيش من التاني دوت ونعمل بعد كده. بس المشكلة بقى ان معادش زي الاول، يعني عاد بيكلف اصلا، يعني بيكلف غاز وبيكلف المكونات بتاعته ديت والدقيق اصلا. فيعني معادش زي الاول، والناس اصلا بقت بتستسهل اللي هو العيش التاني دوت. بس طبعا مفيش احسن من العيش اللي احنا بنعمله في البيت، انا منكرش. بس طبعا الناس بقى بتستسهل بقى العيش اللي هو التاني اللي بنشتريه من بره دوت، من يوم ما طلع واحنا اصلا ما عندناش بنخبز زي ما انا قلت لكم كده. ما فيش بقى غير مثلا الفلاحين اللي هم لسه على اصلهم، اللي هم الفلاحين دول لسه ممكن تلاقيهم هم لسه بيخبزوا كده. هنا طبعا بعد ما خلصنا، اللي مش عارفه دوت هو اسمه ابابير باين ولا مش عارفه اسمه ايه، اللي عارف اسمه يقول لي، مش فاكره اصلا. اللي هو بسكر ده، ابور بسكر باين، حاجة شبه كده. المهم يعني ماما عملت لنا طبعا بعد ما خلصنا العيش وخبزنا كله، ماما هنا بقى كانت بتعملنا اللي هو الابابير اللي هي بسكر ديت، عملت لنا شوية يعني. فهنا طبعا بتعجن العجينة، وبعد كده بتحط سمنة بلدي بقى، سمنة نباتي الموجود عندك، وبعد كده بتحطي حوالي معلقة او معلقتين من السكر، وبتقفل العجينة كده زي السندوتش، وبعد كده بتحطها في الفرن. عملت لنا كده شوية، لان طبعا زي ما قلت لكم ولاد اختي كانوا موجودين، فاللي هي عايزة تفرحهم بقى وكده، فسيبنا شوية عجين كده. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين هي بططته، هي كانت كورة كده زي ما انتم شايفين كانت عاملاها في الاول، انما هنا بططته وبتحط بقى سمنة بلدي او سمنة عادي خالص، بس دي سمنة بلدي بس جاموسي مش بقري، تمام. وبعد كده حطت السكر، وبعد كده بقى بتقفل العجين كده زي السندوتش وبتحطه على الصينية، وكل دوت هيتحط في الفرن. وزي ما اتعمل في العيش هيتعمل في اللي هو الابابير اللي بسكر دي. انا يعتبر برضو الابابير اللي السكر دي ما اكلتهاش من سنين السنين، يعني من وانا صغيرة خالص خالص يعني، وانا ما اكلتهاش. فهي بقى عملت لنا، طبعا انا اصلا مش فاكرة اسمها ايه بس بصراحة كان طعمها حلو، يعني اتاكلت قبل ما العيش يخلص. واحسن حاجة ان هي اتاكلت اصلا في وقتها. وهنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما حطت السمنة في قلب العجين والسكر، حطت برضو معلقة كده من السمنة فوق، اللي هي يعني يتحمر القبور
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا طبعا زي ما انتم شايفين الجو اصلا كان بدأ ان هو يعتم في الوقت دوت، بس انا حبيت اوريلكم يعني المنظر بتاع الابيبيل شكله عامل ازاي. هي طبعا كانت عامله لنا شويه كتار لان احنا من زمان ما اكلناهوش، يعني انا بقول لكم من وانا صغيره خالص خالص يعني وانا ما اكلتوش. فهنا طبعا هنا هو كانت بتحمره في الوقت ده. احنا كنا خلصنا العيش والعيش خلص خالص يعني، وهنا طبعا بقى كانت بتعملنا اللي هي الابابير اللي بسكر دي، فهي حطيتها بقى على الفرن وهتحمرهم عادي، وبصراحة كان طعمهم جميل قوي. هو يعني سكر وسمنة وزيت وحاجات من دي، فهي يعني مش حاجات يعني ضارة او كده. فاتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا حطيتولي لايك واشتركتوا في القناه، ويكون العيش بتاعنا النهارده عجبكم، والابيبير اللي هي بسكر دي تكون فكرتكم باي حاجه من الذكريات بتاعه زمان ديت، والعيش بتاع زمان واجواء بتاع زمان ديت. واتمنى بقى كده النهارده يكون الفيديو عجبكم، وتكونوا حطيتولي لايك واشتركتوا في القناه، واستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.